بيبو ثروة كلية التجارة، بيعشق الكورة، بيحب الأهلي أكتر من أبوه، وممكن يبيع الدنيا عشانه. النهاردة يوم مهم جدا في حياته، أصل مدرب النادي الأهلي حاضر الماتش علشان يختار لعيب للنادي. المدرب اختار كل الناس حتى جمهوره، ما سابش غير بيبو. ومن ساعتها بيبو عرف ان الحكايه ما بتمشيش الا بالكوسه. البرنس ما بيعملش حاجه خالص غير انه عايش برنس، ما بيخافش من حد، عصبي، غبي، متهور، بينام في المحاضرات، عدواني حبتين، ودايما بيتخانق مع دبان وشه. اطلع بره يا رضا. أما بقى التالت سمسم، فهو وحداني وحاسس بغربة وسط إخواته. إخواته دايما بيضطهدوه، دايما بيشيلوه مصايبهم، علشان كده لقى نفسه في الكلام مع الناس على النت، بس مش بشخصيته، بشخصية حد من إخواته. برنس برنس. في ايه يا هندي؟ مش هتصلي معايا الجمعة؟ انا صليت الجمعة اللي فاتت. روح لبيبو، هو الدور عليه الجمعة دي. طيب. بيبو ولا بيبو، عايز ايه؟ ايه مش هتصلي معايا الجمعة؟ انا هصليها ظهر. روح لسمسم، هو بيحب يصلي. بصحيه الجمعة الجاية. طيب يا اخويا. بابا صباح الخير يا سمسم. صباح الخير يا بابا. تعالى يا حبيبي انزل معايا نصلي الجمعة مع بعض. انا هشرب اللبن واطفي الكمبيوتر واقوم اتوضى وانزل اصلي معاك. طيب يا حبيبي. ماشي يا حبيبي، تصبح على خير. صباح الفل يا ابو رضا. يا ضو، قوم قوم خف لي دقني. سبحان الله، ده انا اول مره في حياتي اشوف واحد دقنه بتطول بالسرعه دي. انا مش لسه مظبطها لك الصبح يا اخي؟ قوم، فيك حيل تقوم ولا اجي لك وقت تاني؟ حط الحاجات دي في الدرج. تعالى. فوطه نظيفه؟ نضيفه جدا. بوز جديد؟ جديد جدا. تمام. بقول لك ايه يا ضو، نعم. انا عندي ليك حاجه احسن من المجلات اللي انت بتتفرج عليها دي. ايه، فيلم يعني؟ لا مش فيلم يعني، دي حاجه مستورده بس من الاخر. فين هي؟ في الجمرك، رايح اخرجها من الجمرك. عدي عليها بالليل تكون جاهزه. هعدي. بس تقل جيبك يا حبيبي. هتقل. اوعى يا واد رضا تكون بتشتغل عمك الضو. عيب يا ضو، عيب. دي نضاره لسه جايه من امريكا، بتشتغل باشعه الاكس ريز، صدقني. ودي كل قطع الغيار بتاعتها. النضاره دي يا ضو تخليك تشوف اللي قدامك ملط. استنى. ايه؟ لازم تغمض عينك 3 ثواني قبل ما تلبس النضاره وقبل ما تقلعها، والا اشعه الاكس ريز دي ممكن تعميك. غمض. 1
2 3. اوبا اوبا. والنضاره دي بيشلح ستات ورجاله ولا رجاله بس؟ رجاله وستات وحيوانات، ده انت لو بصيت بيها على فرخه ممكن تشوفها من غير ريش. طيب لف. الف؟ لا لا، ما فيناش من لفه يا عم ضو، معلش مش هلف. عشان خاطر عمك الضو، لفه واحده. لفه واحده ايه يا عم، انت مأجر عجله؟ يلا يا عم يلا يا عم، خلص انا هيجيلي برد. هتشتري ولا لا؟ لا هشتري. كده معانا 70,000 جنيه، ده غير أجرة المزور. خلاص كلها كام عملية ونهج من هنا. بيس بيس يا ريس، تمام. هو انتوا لسه مصرين على موضوع الهجرة ده؟ مش أحسن من العيشة اللي احنا عايشينها دي، عايشين 3 في 1. وبعدين احنا لما هنهج من هنا يا بومبو انت هتعيش لوحدك وتبقى بيس. قول له، ماني بنقول له، بس هو مش عايز يسمع الكلام. ما تشتغل بقى. بس على فكرة أنا مرتاح ومش تعبان. وبعدين أنا كمان لقيت شغلانة على النت، شغلانه في القريه الذكيه. القريه الذكيه؟ هتسيب العيشه في القاهره وتروح تعيش في الارياف؟ ستيوبid يو ار. لا يا برنس، القريه الذكيه دي قريه في شرم الشيخ على فكره. معاك طبعا ان العيشه في شرم الشيخ حلوه، بس ايه يعني، هنروح نشتغل ومرتبنا هيتقسم على 3 في الاخر، يعني هنقبض شويه فكه. فرجتت الشغلانه دي مش عاجباني. مش احسن من السرقه اللي بتعملها انت وبيبو؟ سرقه؟ حلوه الكلمه، سرقه. طب ايه رايك بقى انك هتبقى معانا في عمليه السرقه اللي جايه؟ understand or not؟ لا طبعا مستحيل، انا لا يمكن اشترك في حكايه زي دي ابدا، انا مش حرامي. شرب. لا مش شرب. على جميع المتسابقين الاستعداد للانطلاق بعد سماع الإشارة. ما احنا قدامك اهو، ما حصلناش اي حاجه. خش وما تبقاش جبان. لا انا مش جبان، انا خايف. وبعدين انا مش فاهم انتوا ازاي عملتوا كده في اوضه بابا وماما الله يرحمها. ازاي يا سمسم؟ يا سمسم، ما بابا كان بيعمل كده مع ماما على نفس السرير. ايه كداب؟ طب لما بابا يجي بساله. يا اخوانا فهموني، انا لا انا ما اقدرش اعمل كده الا مع البنت اللي انا هتجوزها. خلاص يا سيدي ولا تزعل نفسك، خش اتجوزها شويه وبعد كده انا هخش اطلقها. الله ما تقول له حاجه. يا نصيبتي، ايه ده ايه اللي لبسك هدومك؟
ده حتى الجو حر. ايه يا رضا اللي انت عامله ده؟ تعالى 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 جوه. ممكن اخرج؟ مالك يا رضا؟ من ساعة يعني ما لبست البيجامة وجبت شعرك على جنب وانت محبط. محبط؟ طيب اكيد اول مرتين كانوا كويسين صح؟ ها؟ ومال التالتة ان شاء الله. تعالى بقول لك. ممكن اخرج بعد اذنك؟ مين ديات؟ دي اختي. مين ده؟ ده بابا هندي. مش باين عليه، ده شكله مصري. وانت بقى من كلاكاتا ولا من ابو دلهي؟ انا اللي فاهم انك طيب وغلبان. بره 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 يا زباله، ده سرير امك الطاهره يا معفن، اطلع بره. دي مسخره وقله ادب. ادي سمسم اللي انتوا كلكم فاهمين انه طيب طلع منحرف. يا بابا ده انا قعدت اقول له اتحايل عليه ما تجيبهاش هو اصر. ده المصيبه انه عمل كده على سريرك. قد تكون اعرف فيكم وفي تربيتكم، يعني لو امكم عايشه لغايه دلوقتي وشافتنا كان حصل ايه يا ناس؟ انا اترددت كتير قوي قبل ما اجي لحضرتك الحقيقه، بس كان لازم اتكلم مع اي حد لاني كنت حاسس ان انا ممكن انفجر. هي حاجة غريبة فعلا، 3 توائم وعايشين كأنهم شخص واحد. أنا أول مرة تقابلني الحالة دي. ارجوك يا دكتور، الموضوع ده سر. لو اخواتي عرفوا ان انا باجيلك او حكيت لك الموضوع ده ممكن يقتلوني ويقتلوك. احنا قلنا إيه؟ سمسم أرجوك ريح من فضلك. حاضر. أنا عايزك تطمن خالص. أسرار المرضى بتموت مع موت الدكتور بعد عمر طويل. قول لي يا سمسم، انتوا ليه مش عايزين تظهروا قدام الناس وتواجهوا الحقيقة عادي كده؟ ما ينفعش. ابويا ممكن يتحبس فيها لو عملنا كده، ومش بعيد احنا كمان نتحبس وراه علشان اتسترنا على الجريمه. طيب انت قلت لي ان اخواتك الاتنين عايزين يهاجروا، ممكن تفهمني ليه مش عاوزهم يهاجروا؟ هم لو هاجروا اصلهم هيسيبوني لوحدي، وانا ما بحبش اقعد لوحدي. صحيح انا بكره طريقتهم واسلوبهم. ونفسك تبقى شجاع وعندك شخصية مستقلة زيهم. هو حضرتك شايفني جبان وما عنديش شخصيه؟ انت شايف نفسك ايه؟ انا شايف نفسي مش جبان وعندي شخصيه قويه. امال جاي لطبيب نفساني ليه؟ عشان جبان وما عنديش شخصيه. بلاش الافكار السلبية دي، مش دايما احساسنا بنفسنا بيبقى صح. يعني في امل اعيش يا دكتور؟ طمن يا سمسم، انت هتكون لك شخصية مستقلة. ده السبب اللي انت جاي لي عشانه، وده اللي هنحققه مع بعض. هيعجبك. ايه ده يا ابني؟ ايه؟ مسهرني طول الليل استناك وجاي متاخر عن ميعادك وعايز تبيع لي تمر هندي؟ ذكي انت ذكي وذواق، وانا كنت خايف من كده على فكره. ده نبيذ قبرصي جديد بطعم التمر هندي، عملوه الابارصه اولاد الابارصه، مش عايزين يصدروه. ده نبيذ حلو جدا. اضرب بقى كمان، بس اضرب بقى كمان. تاكد حالا بنفسك. ايه ده؟ انت كام واحد؟ انت شايفني كام واحد؟ شايفك 2. قلت لك
قلت لك اضرب ينفع؟ اضرب يا بومبو. الحق. ايه ده؟ ايه؟ انت بقيت 3 ولا ايه؟ انت كده هتبتدي تقلقني عليك على فكره. انا عمري ما شربت نبيت بالشكل ده. قلت لك ده نبيذ قبرصي هيلسوعك. اسمع، انا هاخد منك كل الكميه. عناية ليك يا بومبو. لا كده انت هتسحب لنا البار يا خواجه. كفايه كده، كفايه. الحمد لله على السلامة يا بيبو. انا سمسم. الحمد لله على السلامة يا بيبو. انا برنس. الحمد لله على السلامة يا بيبو. انا برنس. برنس ايه؟ انتوا فاكريني هندي؟ لا. امال انت مين؟ والنعمة الطاهرة هندي. معاك بطاقه؟ اه جوه. ارفع ايدك فوق. اهو. يا بابا يا بابا انا ما بحبش الهزار ده. كفايه اللبش اللي انت معيشنا فيه يا اخي. كمل كمل. بقول لك ايه؟ لو حد رابع جه يبقى مش تبعنا. حبيب قلبي ما تيجي تصلي. هبعت لك سمسم. كان جوايا احساسين متناقضين. الاول احساس بالرفض الشديد ان انا مش عايز اعمل كده، مش عايز انصب. ممتاز. والتاني؟ مش عارف. للاسف يا سمسم، انت اتخلصت فعلا من عقده الجبن اللي جواك، لكن بدافع الخوف. يعني انا كمان خواف؟ هو انا ناقص؟ مشكلتك يا سمسم انك قضيت وقت طويل قوي محبوس جوه الشاتنج روم، ما انتش عارف تخرج منها لحد ما بقيت انسان منطوي. منطوي وجبان وخواف؟ انا امراضي بتزيد هنا على فكره. حقيقي حقيقي حاسس ان انا فعلا بقيت اسوأ من الاول. مش عارف اعمل ايه، انا بقيت اسوأ والله. سمسم نعم. اضربني بالقلم. لا انا مش متضايق منك للدرجه دي، بس انا بقول لك اضربني بالقلم. ليه يا دكتور؟ عايز اشوف حاجه كده. تقدر تضربني بالقلم؟ ما تقدرش لانك جبان. ما بحبش حد يقول لي انت جبان على فكره. بس انت جبان يا دكتور بس طب اضربني بالقلم. ما تقولهاش تاني بقى. ما تضرب يا جبان. يا لهوي. اضرب. طب مش عايز تضربني ليه؟ عشان احترام. ولا احترام ولا نيله لانك جبان. اضرب يا جبان يا جبان يا جبان. اضرب. ما تضرب. اضرب يا جبان. اضرب يا جبان. انا اسف انت كويس؟ انت كويس؟ لا تمام. طب هبقى كويس بس ممتاز ممتاز بجد ما شاء الله. في تقدم في تقدم. الحمد لله. ثواني جاي لك على طول. تمام ممتاز قوي يا سمسم. انت اللي استفزتني يا دكتور. ضربته بالقلم. جرالك حاجة؟ انت جرالك حاجه؟ أنا آسفة والله، أنا آسفة جدا، أصل الكاتشب باظ من الساندوتش وقع على الفستان وأنا كنت بدوس على الساندوتش. انت دوستي عليا، انا مش على السندوتش. لا والله كنت بدوس على الساندوتش قبل ما ادوس على حضرتك. طب السندوتش كويس؟ طب أنا متأسفة جدا جدا والله بجد. قوم معايا، المطعم بتاعي قريب جدا من هنا. لا انا كنت متغدي قبل الخبطه. لا مش عشان كده، عشان تنظف نفسك كده وتتأكد إنك كويس وما فيكش حاجة. طمني، ده انا حاسس ان انا بقيت احسن بعد الخبطه. بليز بليز ما تحسنيش بجلد فيلينج أكتر من كده، والله العظيم هعيط. بليز لو سمحت. حاضر حاضر، بس ارجوكي اوعي تعيطي اوعي تعيطي. فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ كلب وراح ولا لا ايه؟ أنا متوترة جدا، أنا آسفة. انا كويس اهو. طب الحمد اوعي لله. تقلقي اوعي لا تقلقي. الحمد لله الحمد لله والله أنا متوترة جدا. اتفضل معايا اتفضل. دي العربيه خبطتني. اتفضل. أيوه تشرب قهوه معايا على غير الريقه هندي؟ متشكر. اقعد. طب ومالك؟ شكلك قافش متضايق. اخوك المجنون بيبو مش هيستريح غير لما يودينا في 60 داهية.
ليه؟ عمل ايه؟ خرج وسمسم بره والنهارده مش يومه. خرج؟ سابنا نايمين واتسحب زي البورس. علمونا في المدرسة إن البورس بيتضرب بالشبشب. عامل لنا إيه النهاردة؟ بامية؟ ما كفاية بامية، كفاية بامية يا عم هندي.